الزمالك يا جماعه الماتش اللي خلص من شويه بالتعادل السلبي في الشامبيونز ليج عمل ماتش الزمالك بشكل مش طبيعي. الماتش ده ما شفتش الزمالك عمل ماتش زي ده طول حياته. كان ماتش تحفه، في خطه فنيه في الملعب، لا الخطه باينه على اللعيبه، في لعيبه بتلعب بقلب، اللعيبه عايزه تكسب، اللعيبه فعلا عايزه تفوز اصلا بالبطوله. لا شيكابالا حط 3 في القائم، زيزو حط 2 في القائم، حسام عبد المجيد حط واحده بالهيد في القائم. اللعيبه عملت ماتش بشكل مش طبيعي. عواد احنا ما شفناهوش طول الماتش، لا اللعيبه بتلعب فعلا عايزه تكسب الماتش، اللعيبه بتلعب عايزه تكسب البطوله. ده لعيبه فعلا، هي اللعيبه دي اللي تستحق تلعب في نادي الزمالك. لا وكل ده بخلاف مين؟ هيما نضاي نزل عمل ماتش بشكل مش طبيعي، بشكل تحفه. ايه اللاعب المجنون ده؟ اللاعب ده فعلا يستحق ممكن 100 مليون باوند. لاعب على مستوى عالي جدا، على مستوى عالي من الكفاءه. كل اللي انا قلت بقى ده حماده، وخليك في حماده التاني. الماتش ميت ممل. انا واحد من الناس نمت قدام الماتش، كل شويه انام 5 دقايق واصحى 5 دقايق، انام 5 دقايق واصحى 5 دقايق. ممكن اي ماتش تطلع حتى لو النادي اللي انت بتشجعه اتهزم، بس طبيعي بتطلع بتقول بس كان فيه ممكن 2 3 لعيبه ادوا بمستوى كويس. مفيش ولا واحد في الزمالك كان شايف قدامه. مفيش الا ممكن تقول عواد شال واحده دبل كيك ولاعيبه الزمالك المدافعين واقفين، ولا هم هنا ولا هم تحس ان هم اصلا عايشين في الحياه ديت، ولا تحس ان هم عايشين في الملعب. تحس الماتش ده يا جماعه، تحس ان هو كان ماتش ودي. ده اقل من ماتش ودي. الماتش اللي احنا شفناه من شويه، لو اي حد يلم شويه عيال من المنطقه عنده كده هيلعب احسن من الزمالك، وهيأدي احسن من الزمالك، وهيبقى عندهم دافع ان هم يفوزوا بالماتش احسن من الزمالك. لكن ده الزمالك بيلاعب نادي ضعيف بشكل مش طبيعي، والزمالك كان اضعف. يعني الاثنين كان اضعف من بعض الاثنين، ولا في دفاع ولا في هجوم ولا في خط نص. يعني حتى يعني الملعب كان مفتوح بشكل مش طبيعي. يعني ماتش زي ده قسما بالله لو في لعيبه فعلا بتلعب وبتخلص وعايزه تكسب وعايزه تعمل حاجه، ممكن كان يخلص 7 8 لاي نادي فيهم، لان الاثنين اصلا ما كانوش شايفين قدامهم. يعني ده ولا بيدافع كويس ولا ده بيدافع كويس ولا ده عنده خط نص. الملعب مفتوح بشكل مش طبيعي. اللعيبه اللي عايز يدخل واللي عايز يجي. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده ايه كميه الملل اللي كان في الماتش ده؟ كميه ملل بشكل مش طبيعي. والله انا فعلا كنت بنام 5 دقايق واصحى 5 دقايق. ده انتوا جبتوا لنا الضغط وجبتوا لنا الملل، وايه ده؟ قسما بالله لعيبه الزمالك اللي كان يشوفها في الملعب من الاداء اللي هي بتأديه، والله فعلا يقول ان هي صعدت للمجموعات، ويقول الماتش ده بالفعل ممكن ماتش ودي. ده ايه كميه الملل ديت وكميه السذاجه اللي انتوا فيها؟ وايه ده؟ اللعيبه بطيئه بشكل مش طبيعي، اداء بطيء ومفيش دفاع ولا في حتى خط نص. ممكن الواحد ياخدها من الجون يصل للجون الثاني. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ وهو الواحد نفسه يفهم ايه الخطه اللي كنتوا بتلعبوا بيها. خطه شوح؟ تسمع عن شوح اللي هو ايه؟ اي واحد يشوح وخلاص. والله هيما نضاي نزل عمل ماتش بشكل مش طبيعي. اول لمسه لقيته اتقلب على وشه. ده ايه ده؟ ده ايه اللي انتوا بتعملوه؟ ولا زيزو فعلا تحس ان هو يعني بقى مجهد. زيزو فعلا تحس ان هو بقى مجهد. زيزو كان مستواه زفت. كل لعيبه الزمالك تحس ان هي كانت فعلا مش موجوده. بتشوف اللاعب اللي هو بنسميه لاعب كاتيان ديت معناها اشد من التعبان. ده ايه كميه الملل اللي انتوا بتقدموها في الملعب دي؟ اللي كان يشوف الماتش يقول فعلا الزمالك مأمن على الصعود وخلاص كده وصعد، والماتش ده بس بيلعب بالناشئين وبيمشي. ده ايه ده؟ ولا اللعيبه اللي جايه بقى من الزمالك بتشوط وبتصوب من خط النص، اللعيبه اللي جايه من الخلف. يا على الشوطات، تشوف الشوطات فعلا يجي لك جلطه، يجي لك الضغط وانت قاعد قدام الماتش. لكن حقيقي اللي احنا شفناه في الماتش دول، الاثنين اصلا ما ينفعش يصعدوا للشامبيونز ليج ولا ينفع يلعبوا اصلا البطوله ديت، لان انت بتلعب في اغلى بطوله واهم بطوله وادائك بالشكل ده انت كانك بتلعب فعلا ماتش ودي. ده انت لو هتلعب ماتش ودي هيكون مستواك احسن من كده، وهنحس انك عايز تكسب وعايز تفوز. والله احنا بنضيع 90 دقيقه على الفاضي. يعني انت بتقعد قدام اي ماتش عشان تستمتع، عشان المتعه. ما انت بتقعد كمشجع عشان تستمتع وعشان المتعه. انت هتقعد عشان ايه؟ يعني دي اهم واغلى بطوله على مستوى الانديه. دي اللي احنا عمالين الزمالك كل سنه بنقول السته يا زمالك، السته يا زمالك، السته يا زمالك. هو ده الاداء اللي فعلا ممكن يخليك تفوز بالسته؟ ده ايه ده؟ بس والسلام عليكم.